وكان أهون عندي أن أرى نعشي ما كان في قلبي وجع وأنت معي والآن أوجاعي كما ظلي معي تمشي لا مو ذنبي ولا ذنبك وادري الصوج مو بينا احنا افترقنا وظلت الذكرى تاخذنا وتودينا وما غبت عن عيني ولا فارقتني وقت المحن تبقى تعيش بخاطري حتى نموت احنا معا هسه تريدني انساك لا هسه تريدني انساك واسمك بعد ما ذكر تمام بابا، أنا راح أقول ل 6 أيام باكر الساعة 8 بالليل تجيك للقناة. ما وصلك عليها بعد. تسلم لي يا أحلى أب بالدنيا. شكراً حبيبي، باي باي. وهاي موضوع المقابلة حلينا. يما فدوة حبيبة قلبي زوجة ابني المستقبلية فديتي يما. الله يخليك دكتور طمني. انت انسانه متعلمه وما اظن عليك. احكي لي دكتور. الحجيه وصلت لنا بحاله غيبوبه تامه وانخفاض حاد بالدوره الدمويه، وطبعا عندها مشاكل بالقلب سابقه وهي متعامله وياها ما شاء الله باهمال فظيع. زين شنو الحل دكتور؟ القسطره الحل الوحيد وباسرع وقت ممكن. زين هاي العمليه بيها خطوره؟ شوفي ماكو عمليه ما بيها خطوره خاصه في عمر الست الوالده، بس ان شاء الله تعدي على خير. وش قد تكاليف هاي العمليه؟ بمستشفانا هنا يشتغلوها ما بين 5 إلى 6 مليون.
بس هذا المبلغ كلش هواية يا دكتور. شوفي اكو مستشفيات يشتغلوها بنص القيمه، لكن هاي المستشفيات يحتاج لها الى اجراءات ووقت طويل، وحاله الست الوالده ما تتحمل. ما رخصتش. صحتك حسومي، عدل مزاجك وعدل مودك. ما اريد، ما اشتهي. يا اخي ما تقول ليش بيك، ولك صار لنا 10 سنوات اصدقاء، واعرف كل علاقاتك وهالبنات. ماكو يوم شفتك متاثر مثل ما جاي اشوفك هسه. اقول لك انت لا بس وقعت بحب امل. راح لطك على حلقك يا عب، هذا ما تقوم من يمي. لعد استاذ شنو سبب انعقاد شهرتك؟ تريد الصدق؟ امل هاي مختلفة عن كل البنات اللي عرفتهن. هي حلوة بس يا اخي تحس جمالها، تحسها طالع من روحها. يعني شنو جمالها طالع من روحها؟ انا ما افتهم بذن السوالف، لان انت تدري صاحبك دمكش على التيغه. عيني دمكش طالع من روحها، يعني جمالها يطلع بمواقف تصميمها، من تتناقش وياك على شيء هي مؤمنة بيه. لو عيونها نبض صوتها يتغير بطريقة، هاي البنية سهلتني وراها سهلة ما جاء ألقى أي تفسير لحالتي. حلو. التفسير لحالتك يا صديقي انه انت حبيت وكأنك راح توقف يمي على نفس التيغه. اقول لك هو صدق شنو معنى تيغه بالانجليزي؟ وجهك تحتاجه؟ ها؟ هيك أنا أروح أنام، لأن باكر عندي كومة شغل، وأنت خليك قاعد وحدك على نفس التيغة. تصبح على خير. القصيدة منا لا اخي، واللي ما يستاهل منا اذا ما يطلع يحبنا. هاي مصيبة. سلام، هاي مصيبة كبيرة. أنا كنت متوقع هذا الشيء. أنا المنافسة ما كنت متوقعها. مو عاد هذه التحالفات الخطيرة. أستاذ حميد، هاي مشاريع استراتيجية وعملاقة، يعني الكل يفكر مثل ما نفكر احنا. رجال الأعمال والشركات هم عندهم رؤية واسعة وعندهم أهداف، وأهم أهدافهم يفوزون بهاي المناقصة. زين سلام، شنو اسم هاي التحالفات؟ كومبليت باور، يعني القوة المتكاملة. سلام، لازم نعيد حساباتنا بكل شيء احنا. شنو قصدك؟ يعني من الخطورة أن ندخل احنا بوجوه هذول الشركات كلها. يعني تخيل شركتنا ضد هاي الشركات. أريد منك شغلة، تكتب تقرير مفصل عن هاي الشركات وأصحاب هاي الشركات وموقفهم المالي حالياً. تمام، بس يا أستاذ حميد ترى القضية طخت عندي شغلة، بس يمكن تصيب يمكن تخيب. شنو رأيك يعني نفتح قناة للتفاوض بيننا وبينهم؟ إيه، لا تصفن بوجهي. يعني بدل ما ندخل وحدنا ونخسر يجوز 50-50 احنا وياهم حتى نضمن 50% مالتنا. شنو رايك؟ نظريا الفكرة ممتازة وعظيمة، ولكن يا أستاذ حميد. لكن هم قل لي لكن يا أخي، كمل لي احكي، لا تقول لي لكن وبس. أنت لو تعرف الرجل اللي عنده الحصة الأكبر بشركة كومبليت باور، أنا متأكد راح تغير رأيك. ومنو هذا؟ عدوك اللدود اللي ما كرهت أحد بهاي الدنيا بقد ما كرهته هو. نمر. نمر صبري الكلب.
الخير، شلون هالمعنويات؟ صباح الخير دكتور، أنا رحت سألت عليك وقالوا لي عندك كشف على المرضى. لهذا السبب جيت لحضرتك. دكتور ممكن تبلش بإجراءات العملية بس حتى نكسب وقت. فعلا بلشنا باجراءات العمليه وسحبنا لها دم، مجرد ما تظهر النتائج مباشره تصعد العمليات. أنا جدا ممنونة من حضرتك، صدقني هسه راح أحاول أوفر المبلغ أو على الأقل جزء كبير من عنده. ماكو داعي، المبلغ تسدد بالكامل. مبلغ العملية تسدد؟ اي نعم تسدد بالكامل. شلون من يسدده؟ واحد اقاربكم اعتقد واقف برا. استاذ حسام بعدين حبيبي. استاذ سلام، صباح الخير. صباح الخير. ما شاء الله اليوم جاي من وقت. ايه بس الظاهر انهم مو كل جاي من وقت. شنو قصدك؟ يعني اكو مهندسه متاخره وما جايه، ما اعرف شنو مشكلتها. قصدك المهندسة أمل. اي خابرها أنت. استاذ وليش انا اخابرها؟ المفروض هي تلتزم من نفسها، بعدين انت ما سمعت المدير البارحه ايش قال بالاجتماع بخصوص التاخير وعدم الالتزام؟ لا تقلق حسام، أمل جاية بالطريق، أوكي؟ ترى هاي الخاوه من عندنا، المفروض كل اللي هنا يعرفون انه احنا هنا مراقبين وحتى انفاسنا ممكن تكون محسوبه. حقك، أني راح أسوي لها قطع راتب، ماشي؟ وليش قطع راتب؟ احنا كل اللي نريده انه تتصل بها حتى نعرفها وين. من أوصل للمكتب أنا أتصل بيها، يلا. وليش من المكتب؟ خبر هسه. ما عندي أرقام تليفونات الموظفين هنا. أمل عندي رقم تليفونها، لأن كنت أخابرها من أوراقها مفقودة يمك. يلا. صح. هذا ماذا تجاوب؟ شنو ما تجاوب؟ ارجع خابرها. حسام لا تلح، دا أقول لك من أوصل المكتب أنا أتصل بيها، وأنت من تفرغ وتعالي عندي حكايتي وياك، أوكي؟ يلا. طمنيني، الوالدة شلونها؟ أستاذ قصي، حضرتك لي دفعت حساب المستشفى؟ زين شلون عرفت احنا هنا وبهالمستشفى؟ أوراقك كلها كملت، فحبيت أسوي مفاجأة، أخذت الأوراق ورحت للبيت، دقيت الباب، أكو واحد من الجوارين قال لي اللي صار لست الوالدة، وقال لي باسم المستشفى، جيت هنا وعرفت بحالتها، سويت اللي علي لا أكثر. أنا جدا ممنونة من حضرتك، لأن فعلا كنت بوضع صعب، بس أوعدك راح أسدد لك كل المبلغ بأسرع وقت. ما أحبس بهذا الكلام، سلامة الوالدة عندي أهم. عندك حق، أنا أشكرك هواية مرة ثانية، عن إذنك. صباح الخير استاذ عادل. اي شفتها تمام، بس اكو ردود والتعليقات غريبه. لا 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 لا، مو بهالشكل ولا بهالطريقه. انت حاول تكون متابع لهذا الموضوع، ويا ريت تمسح لي هاي التعليقات السخيفه لان كلش ما عجبتني. تفضل. فت لحظه استاذ. ست يوم استاذ عدي يريد يقابل حضرتك. بسرعه بسرعه خليه يدخل. تفضل استاذ عدي. استاذ عادل، انا مضطره انه انهي اتصالي وياك لان عندي لقاء مهم، وانت حاول تتابع هذا الموضوع. طبعا اللي قلت لك عليه ضروري جدا. طبعا كلش فرحانه بالتفاعل اللي احنا وصلناه والارقام اللي وصلناها. شكرا لك وتحياتي للجميع. مع السلامه. يا اهلا وسهلا استاذ عدي، شرفت مكتبي. أشكر حضرتك. طبعا حقيقة أنا مستغرب من هاي الدعوة، بس لولا إصرار السكرتير الدائم ما كان جيت. الظاهر أنت ترايد تدخل بالموضوع مباشرة. مو دائما أدخل مباشر، بس لما أطلب تفسير الشيء أنا ما فاهمه صح. الموضوع بسيط.
أنا إنسانة جدا معجبة بنشاطاتك وتعليقاتك ومنشوراتك والتفاعل الحلو اللي على السوشيال ميديا، فحبيت أقابلك حتى نقعد ونسولف بخصوص المشروع اللي أعلنت عليه قبل فترة، وبنفس الوقت آخذ رأيك به. أنا صحفي، أحب أطلع على الصورة من كل جوانبها حتى أقدر أغطيها بمقالات توعي الناس بأهمية المشاريع الإنسانية. وأهلا وسهلا بأي مشروع إنساني. لا ليش أنت تعجبني؟ لأن أنت إنسان نظيف وتهمك الحقائق، لهالسبب طلبت مقابلتك. مشروع ضخم يحتاج له إلى تغطية كاملة وشاملة مثل ما تفضلت. ماكو مشكلة، ما دام راح أطلع على الفكرة وأقدر أقدمها مثل ما هي أو أقدم المشروع على حقيقته. ممتاز. يا ريت تقبل مني هاي الهدية. شنو هاي؟ هدية غالية كلش وراح تعجبك. شنو المناسبة؟ المناسبة الشغل اللي راح يصير بيني وبينك. 6 أيام أنا ما أقبل هدايا. أستاذ بس اصبر لي. أنت تريدين تشتريني حتى أكون تابع لك. أستاذ افهمني. آسف، مو أنا اللي يقبل الرشوة. مع الأسف جيت الوحدة مثلك. هذا الموضوع ما راح. واخرج عن طريق خلوني اطلع لو سمحت ارجوكم. لو سمحت 6 أيام، هذا التصرف كلش عيب. قولي لهم يخلوني اطلع. خليني افهمك وبعدين خذ راحتك. فهمت 6 أيام، ما يحتاج توضيح بعد. يا اخي خليني اوضح لك وانت براحتك. ارجوك لا تتصورين ممكن اتنازل عن موقفي. قولي لهم يسووا لي طريق حتى اطلع رجاء. انا اريد افتهم منك شغله واحده، انت ليش ماخذ عني صوره بدماغك ما حلوه؟ ليش ما تريد تعرف الحقيقه؟ وشنو هي الحقيقه؟ هسه اشوفك الحقيقه. تفضل تفضل. تفضل يا استاذ. افتح الهديه. افتح الهديه من فضلك. مو قلت لك هدية غالية وما تقدر بثمن؟ خوش رشوة مو؟ أنت إنسان متسرع وتحكم دائما بدون دليل، لهذا جبتك هنا حتى تشوف الحقيقة بعينك. بدي استوعب الموضوع. موضوع ايش؟ ليش أنا بالذات؟ منو قال لك بس أنت بالذات؟ ملايين الصحفيين دائما أقدم لهم هدايا رمزية تقديرا لجهودهم. كل هذا ما طاب بعقلي. لعت يا عزيزي بعد لا تحشي بالحقيقة. راح أفكر بيني وبين نفسي وكل اللي شفته وسمعته منك، وإذا كان مشروعك حقيقي فراح أكون أول الداعمين له بدون اجتماعات وبدون هدايا. بس غير هذا راح يكون قلمي سيف يقطع وما يرحم. عن إذنك. مالك قسمة، هم فقر وهم مقرف. هلا قاسم. هلا نريمان، شلونك؟ الحمد لله. ممكن تساعد تقول لحسام نريمان تذكر موضوع ضروري؟ حسام مو هنا طلع من الصبح. قاسم خافوا وياه فوق وحده من هذول الساعات ودستر عليه. جاي اقول لك مو هنا، صدقيني مو هنا. مو من عواده يقعد من الصبح ويطلع، وين راح؟ لا عدتك شي ما تدرين، هذا الحكي راد له قاعده. زين، دروح انت
اغسل وجهك، بدل ملابسك، وأنا حنتظرك في السيارة. نقعد بفد مكان نشرب قهوة ونسولف. لا تتأخر. دقائق امك. دكتور طمني. الحمد لله العمليه نجحت، هسه هي بالافاقه ان شاء الله نص ساعه وتطلع لكم. اجر وعافيه ان شاء الله. الحمد لله على سلامته. الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا رب. يا امل لا تخابر. الو امل، ليش ما تجاوبين على اتصالاتنا؟ شنو؟ انت بيا مستشفى؟ خير استاذ سلام، شكو؟ جايين. هالدرجة هو متعلق بيها؟ شنو متعلق بيه؟ ليش بابا هذا واصل مرحلة الإخبار، بس أني بس شنو؟ أبد ما راح أخلي علاقتهم تتطور. قاسم يا ريت تدعمني. أنت تدري أنا من البداية عندي إيمان بمواهبك وواقفة وياك. وأعتقد هسه أجى الوقت اللي أنت توقف بيه وياي. إذا أنت صدق صديق حسام وتحبه لازم تخاف عليه مثل ما أنا أخاف عليه. شلون ما أخاف عليه أنا رمان؟ اللي كان عندي خطة بال60 كلب ومستوية على نار كلش هادئة، ومن هسه أحب أقول لك مبروك عليك حسام، وإلا خليكم تتزوجون عن قريب. شنو تفاصيل الخطة؟ احنا لازم نكشف أمل قدام حسام. شلون راح نكشفها؟ يعني نلزم عليه غلطة، كلمة معينة، علاقة سابقة، المهم شيء نرفز حسام. بس حتى نكشف هيك شيء لازم نخلي أحد يراقبها، طبتها، طلعتها، تليفوناتها، وغير هالطريقة ما راح نقدر نلزم شيء عليها. بالضبط، هو هذا اللي أفكر بيه. أنا لازم أخلي إذان تسمع وعيني تشوف بالشركة اللي اشتغل بيها حسام، وإذا جتنا المعلومات راح تضربين ضربتك. صح، حتى نخلي حسام يطلع من هالعلاقة لازم نكشف أمل قدامه، وهنا هو راح ينصدم بيها وراح ينجرح. ويجي دوري أدخل لحياته، أداوي الجروح اللي عافتها أمل، وأشوف إنه أنا أكثر وحدة تحبه، وأكيد راح أغير رأيه ويقوم يحبني. بالضبط، يا الخطة مالت اللي قلت عليه. زين أنت لمن مفكر تخليه يراقبه بالشركة؟ اطمن، العين موجودة. منو؟ ما السكرتيرة، علاقة قديمة، بس شنو؟ طماعة وتموت على الفلوس. مو مشكلة، هكذا جزء من الفلوس، مشي أمورك بيها وراح أكتب لك صك همينة. أحس فيها صارت. هاي الغرفة أخذتها لك، ترتاحين بيها إلى أن ماما تطلع من غرفة النعاش. والله بصراحة ما أعرف شلون أشكر حضرتك، كلش تعبناك ويانا إحنا. لا شكر على واجب. أنا هسه أستأذن، وإن شاء الله باكر الصبح أجي أشوف ماما حتى أطمن عليها، وأمانة أي شيء تحتاجينه تتصلين بيها، زين؟ حاضر. يلا في مان الله. أستاذ قصي، حضرتك فعلا رجل شهم ومحترم، الحمد لله باقي بالدنيا من أمثالك. صار زمان ما حاكين سوا من سنين طويلة. بس اللي بيني وبينك عمره ما ينسي. أنا جدا أشكركم وأشكر جيتكم معي. احنا اهل يا امل، اهل. وبعدين انت هسه اطمئنيتي على ست الوالده، وانا اقول لازم نحكي بالشغل ونركز بيه. احنا عندنا مناقصه كلش مهمه وكلش كبيره. انت لازم تطلعين على كل اوراقها وتسوي لنا تقرير بها.
لا تقلق أستاذ سلام، أنا عندي سوفت كوبي على الموبايل، كل شوية أطلع عليه وأخلي ملاحظاتي بيه. زين قولي لي ما محتاجة شي فلوس هاي، احنا بعد صرنا أهل. قصدي إنه بشركة واحدة. الحمد لله مستورة. أمل بنتي، أنا أعرف أنت صار لك 24 ساعة هنا بالمستشفى. بقائك بالمستشفى هنا ما يفيد. أنا أقدر ترحين ذي البيت وترتاحين. أي أنا هسه راح أجيب السيارة أطبقها بباب المستشفى حتى تنزلون. عن إذنك بس أجيب جنطتي وأجي. أمل، أنت تعرفين أنا قد أحبك وأقدرك وأحترمك وأعتبرك مثل بنتي، ولذلك أنا راح أحكي وياك كم حكاية، بس أرجوك لا تعتبريها تدخل بحياتك الشخصية أو تطفل من عند المزعلين. لا بدون أي تردد أو تفكير أستاذ سلام، أنا هم أعتبرك مثل أبوي، وأي شيء راح تقوله أتقبله برحابة صدر. حسام شاب زين، بس للأسف هو ثمرة بيت مليان مشاكل، وهاي المشاكل سببت له ضغوط نفسية هائلة وصار إنسان مستهتر. حسام عنده هواي مغامرات وهواي نزوات، وأني أتمنى ما تكونين واحدة من نزواته. أنا مو فارغة للعب أستاذ سلام، أنا عندي طموح ولازم أحققه، بس مع ذلك أشكرك على هاي النصيحة. علاقة حسام كانت مو زينة ويا أبوه، بس بالنهاية صالحوا وأبوه منح الثقة. إحنا ما نريد حسام يهتم بأمور ثانية غير الشغل حتى لا يفقد هاي الثقة ولا يرجع للمربع الأول. أنا فهمت قصدك أستاذ سلام. أتمنى أكون وضحت لكم أهداف المؤسسة ووصلت صورة مبسطة عن مبادرة بيوت لا ملاجئ. لا صراحة أنت مو بس وصلتي لنا الفكرة، أنت أبهرتينا بشرحك وأخلاقك ونبلك. اليوم صراحة إحنا فخورين بيك، وأيضاً اللي دا نشوفه ملاك على الأرض. شكراً إلك. العراق وأهل العراق يستاهلون مي العين، وإن شاء الله يا ربي الله يقدرنا أكثر وأكثر نقدم الخير. طبعاً ويانا اتصال هاتفي من شخصية مهمة جداً. ما أدري تتوقعين هذه الشخصية؟ لا بصراحة. إذا مشاهدينا ويانا اتصال هاتفي مهم حب يشاركنا بحلقتنا اليوم لهذا البرنامج السيد معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. أهلا وسهلا بك. أمل، هرد أقول لك على شيء. أدري هو مو وقته بس لازم أحكي. احكي أستاذ حسام. نريمان كذابة، واللي قالته كله كذب بكذب. إي أعرف، أنا بالصدفة سمعتكم دا تحجون أنت وياها لأن صوتك كان عالي. هو أنا تقصدت أخابرها بمكان قريب عليك حتى تسمعين وتتأكدين إنه هي كذابة. شنو مناسبة حكيك؟ ما كذب عليك، أنا كنت إنسان مستهتر، حياتي هوسة، بس تغيرت بدي أحاول أصير أحسن وأحسن من ساعة. أستاذ حسام، حضرتك مو مهم لهالدرجة بالنسبة إلي، أنت مجرد زميل عمل وبس. حياتك الشخصية مو مهمة ولا بأي شكل من الأشكال. أشكرك على التوصيلة، واعذرني ما أقدر أعزمك على قهوة لأن تعرف أنا لوحدي بالبيت. والله زمان يا شوق. هي تخبلتي؟ واخري المسدس معود شوق.
واخذ المسدس. الحلو بالموضوع اجيت برجليك لقدرك. ماكو احسن من هذا المكان ولا الزمان ولا التوقيت حتى اخذ بثاري. ثاري مال سنين يا حميد. خفت لا أقتلك؟ أخت نمر وكل شيء أتوقع من عندها. تقصد أشبه نمر؟ عمرك ما فهمتني. نمر شيء وأنا شيء ثاني. صحيح أنت أكثر واحد أذاني بحياتي وطعني بظهري، بس عمري ما فكرت أذيك. وإجتني فرص بس ما أذيتك. أنا أعترف بهذا وأبصم لك بالعشرة. شوق مستحيل تأذيني، ولو يعني سمعت إنه أنت تدين تنتقمين من عندي، بس ما صدق، وذلك جيت أشوفك. ايش ذكرك بيا بعد كل هاي السنين؟ شوق بدون لف ودوران. ما نريد نحكي بالماضي. أنا واقع بورطة كبيرة وأريدك تساعديني. أعتقد زوجتك هي الفاتحة مؤسسة خيرية اللي تساعدك. زوجتي ما تنطي، تاخذ وبس، واهم شيء مصلحتها. شوقوني من جيت متاكد انت ما ترديني. احنا اصحاب شركات واموال، يعني اني جايك بصفقه تقدرين تسميها صفقه العمر. يعني اذا مشت ويانا زين راح تنفتح لنا آفاق كل الزينة. يمكن نقدر ننسى الماضي. الحقيقة مبادرة حضرتك أحيت بنفوسنا هواية أمور، ونبهتنا على موضوع مهم جدا ويهم شريحة كبيرة من العراقيين. احنا كوزارة نحاول ندعمهم بأي طريقة تساعدهم، لأن لهم مكانة وأهمية اجتماعية وإنسانية. لغاية ما حضرتك ست أيام قرأت الناقوس ونبهتينا لهذه القضية المهمة، وأنا نيابة عن هذه الشريحة أشكرك جدا على هذه المبادرة الطيبة. شكرا معالي الوزير، شكرا جزيلا. كلام معاليك كلش أثر بي ولمس من مشاعري، يعني عاجزة أنه أعبر عن حبي وتقديري لهذا البلد. شكرا لك. أنا أعلن أمام ملايين المشاهدين أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قررت تبني مبادرة حضرتك وانضمها لمشروع بروتوكول ترعاه الوزارة، ولذلك يشرفني دعوة حضرتك لمكتبنا بالوزارة بكرة الساعة 10 صباحا حتى نتناقش بكل التفاصيل ونتخذ إجراء سريع يدعم هذه المبادرة. شكرا لك معالي الوزير، شكرا لك من القلب. طبعا نشكر معالي الوزير على هذا الاتصال ونبارك لك هذا الإنجاز ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لحضرتك، شكرا لقناتكم الموقرة اللي وصلت صوت مبادرتنا للمكان الصح. هذا واجبنا ونشكرك. أنا أعرف نمر سرق حقوقك بورث أبوك وسواك موظفة عنده براتب شهري حالك حال أي موظف بسيط، لذلك لازم نستغل الوضع وناخذ حقنا من عنده. خش بالموضوع. أريد كل المعلومات على هذا المهندس مدير الفريق مال نمر اللي هو راح يقدم على المناقصة. شو راح تستفاد من هاي المعلومات؟ سوي له حادث قضاء وقدر وراح يشوفين الاستفادة شلون تجي مثل الولد. وأنا شو راح استفاد؟ 3 مليون دولار. 10 مليون دولار. شوق لا تخليني أقول عليش طماعة، بس تستاهلين، أنا موافق. 5 مليون يعني نص المبلغ مقدم.
يعني ما تتصورين هذا المبلغ كلش كبير. كلمة ثانية، ال10 مليون أطلبها مقدم. اوكي خلاص، أنا موافق، تدللين، بس أريد المعلومات توصلني بسرعة، لأن السباق بدأ والحصان مالتي قام يتعثر. الحقيقة مبادرة حضرتك أحيت بنفوسنا هواية أمور، ونبهتنا على موضوع مهم جدا ويهم شريحة كبيرة من العراقيين. احنا كوزارة نحاول ندعمهم بأي طريقة تساعدهم، لأن لهم مكانة وأهمية اجتماعية وإنسانية. لغاية ما حضرتك ست أيام قرأت الناقوس ونبهتينا لهذه القضية المهمة، وأنا نيابة عن هذه الشريحة أشكرك جدا على هذه المبادرة الطيبة. شو صاحي؟ هاي مش عجب. يعني يا حبيبي كل العراق شاف أنا ايش سويت، وأنت بالذات ما شفت؟ يعني ايش سويتي يعني؟ أسستي وزارة مثلا يعني؟ لا حبيبي، ما أسست وزارة، بس اليوم أنا كنت ضيفة بقناة الحقيقة، والوزير شخصياً سوى مداخلة ودعاني باكر المكتبة. قناة الحقيقة، قناة الحقيقة. ها هسه افتهمت. شفتها؟ سر هاي الأمومة اللي طلعت على غفلة وطلبت شيلي إنه أروح أصالح حسام يا هي. لا سر ولا شيء، كل ما في الأمر ردت نلم بشمل العائلة، وين الغلط؟ شمل العائلة؟ انت رايدة تسوين من حسام صفقة؟ ايه طبعا، تبعيني شيء. هذا واجبنا. صفقة حتى تقربيه من نريمان، نريمان منو؟ بتصاحب القناة. لا حميد، لي هنا وكافي هذا الحكي. أني أخلي حسام كار مهما كانت مصلحتي، ما أدخل حسام بصفقاتي، لأن ببساطة حبيبي أنا هيام، بس احكي لي عليك أنت يا أستاذ حميد اللي حياتك عبارة عن صفقات وبس. وأنتي؟ أنتي صاحبة الصفقات هيام. ايه أني بالنسبة لك كارت، حسام كارت، نريمان كارت، وأبوك الله يرحمه لو بعد عايش همشان سويتي كارت. تطلع أني أبو الصفقات هيام. اشتقيت لحضنك ولصوتك كالرومة. يا عمري أنا مشتاقة لك هواية. ديري بالك تسوين هيك بيا بعد، تدرين بيا ما أقدر أعيش بدونك. تعرفين عمولتي انت عبد قلبي، قلت هي راح اروح غير ما اطمئن على بنيتي اشوفك وانت عروس. اسم الله عليك ماما، ان شاء الله تشوفيني عروسه وتشوفين جهال جهالي. ان شاء الله يا ربي، اتمنى هالشي هذا. اقول لك ماما، هاي المستشفى مبين عليها غاليه، لين دفعتي فلوس العمليه؟ لا تديرين بال هاي الامور ماما، ان شاء الله تصيرين زينه وكلها فدوى إلك. ما إني علي وعلى صحتي، أنا الحمد لله زينة. شوفي ماما، أريدك تروحين للشركة تشتغلي. انت هسه اسمك مكتوب بالقلم الرصاص، أي غلطة تمسحها. تروحين تثبتين وجودك، ترسين مكانك، تكتبين اسمك بالخط العريض قدامهم. زي ماما؟ يلا حبيبتي، توكلي بالله. حاضر ماماتي. يلا ماما، روحي الله وياك حبيبتي. وبهيك تكون التكلفة النهائية للمشروع 1.3 مليار، وهذا هو التصور الثالث. أما أنا عن نفسي فأشوف التصور الثاني هو الأفضل. يعني إذا مشينا بيه وقدمنا العطاء راح تكون فرصتنا جيدة. زين، ممكن أعرف منو بيكم مع التصور الثاني؟ يرفع يده لو سمحت. مهندس أمل، أنت شنو؟
مو أنا لو عندي تصور آخر. بصراحة أنا عندي اعتراض على التصميم اللي كان مقدمه مهندس طارق الله يرحمه. شنو هذا الاعتراض على التصميم مال المرحوم طارق؟ أنا أعتقد بعض الأوجه بهذا التصميم ممكن تتطور للأفضل بهواية، بحيث نقدر نجاري التطور التكنولوجي للمحطات اللي من الأجيال الجديدة. وهذا التقرير سويته محددة بنقاط. هذا اللي كان ينقصنا. مهندسة بنت اليوم جاية تعترض على تصميم الأستاذ المرحوم طارق. تدرين انت لو ما طارق هاي الشركة ما كانت واقفة هالشكل على رجليها؟ أنا ما أقصد على مكانة مهندس طارق الله يرحمه عند حضرتك. كل ما هنالك ردت أوضح النقاط اللي لازم. المسؤولية كبيرة والمهمة خطيرة والمنافسة شرسة. الشركة ما محتاجة واحد يتذاكى براسها لو يستعرض. الشركة محتاجة إلى عمل جاد. مفهوم؟ حسام، ما عندنا وقت. اشتغل على التصور الثاني. وكان أهون عندي أن أرى عشيقي. ما كان في قلبي، ما كان في قلبي وجع وأنت معي، والآن أوجاعي كما ظلي معي تمشي. لا لا مو ذنبي ولا ذنبك، وادري الصوت مو بينا. احنا افترقنا وظلت الذكرى تاخذنا وتودينا، وما غبت عن عيني ولا فارقتني. وقت المحن تبقى تعيش بخاطري حتى نموت احنا معا. وهسه تريدني انساك، لا هسه تريدني انساك، واسمك بعد ما ذكره.